السلام عليكم حبيباتي، نتمنى راكم في تمام الصحة والعافية بخير وعلى خير. صلوا على النبي حبيباتي. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبلغكم مولانا رمضان وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحوله وبقوته. حبيباتي، وجيت نشارك معكم د الحلوى وسليلو. كنت درتو في رمضان اللي فات. غير ما شاركت معكم لا الطريقة ولا كيفية التحضير ولا كيف حضرته، لكن قلت علاه ما نشارك معكم الطريقة ونشارك معكم كل شيء ان شاء الله الى عاد عاجبكم كيف تلاحظوا في الصور. يعني قلت عني نشاركه مع الاخوات، ولا عاد لي يعجبهم نشارك الطريقة ديالو ان شاء الله. عندي سليلو انا ما كندير فيه كاع المقادير ياسر. كندير فيه غير اللوز المعتمد عندي، لا اللوز والكاوكاو الاحمر داك الصغير، والكاوكاو اللي مفسوخ من الغلاف ديالو، ومولي الزنجلان والنافع حبة حلاوه، والدقيق اللي كنحمرو لا في الكوكوت كنبقى نحرك لين يتحمر يعود اللون ذهبي. مقادير كاملين مولي كنقبضهم لا نحمرهم في الفران لين يتحمروا، نخليهم لين يبردوا، ثم نطحنهم ونجمعهم لا بزيت العود، كنقبضهم لا بزيت العود، وكندير لهم العسل الحر العاد متوفر، والسكر والقرفة والمسكه الحره والكوزيلا كنحكها. هادو هما المكونات ديال سليلو المعتمدة عندي. بمشيئة الله وحوله لا عاد عجبتكم راني نشارك معكم الطريقة اخواتي. ولا الحلوى نقولوا شباكية ولا الحلوى المعسلة، هي في رمضان كيستغل الانسان في ديك الفرصه ديال رمضان كي ياكلها، وخا خاص الانسان يقلل شويه من الحلاوه، لكن في فرصه رمضان كتجي لا في الشهر، يعني الانسان ما فيها باس الا عاد كان الكميه معاها مرافقه للحريره ولا الحسوه ولا صوب ولا شيء، ما فيها يعني ياسر من هذا. ان شاء الله تعود بالمنفعة ما بالمضرة. وخا هي حاول الإنسان قاع يتفادى الحلوى، وخصوصا في العمر يتعدى 40 سنة، يعني إنسان خاصو يقلل شوي من الحلاوة، ولا في الشاي ولا في الحلوى ولا في كل شيء إن شاء الله حبيباتي. وعندي طريقة العسل، إلا عاد عاجبكم العسل مولي اللي نشارك معكم الطريقة ديالو إن شاء الله. كنديرو لا بالسكر، وإلا عاد عجبكم إن شاء الله نرافق الحلويات وسليل وكل شيء مرافقة بطريقة العسل إن شاء الله حبيباتي. أنا كنخدم الحلوى مولي ديال التشباكيلا بليد والمدلك، كتجي غاية ما شاء الله. إن شاء الله حبيباتي إلا عاد عجبكم خليولي في التعاليق عني دوروا طريقة التحضير، وإن شاء الله اللي نحضرها معكم حبيباتي. أنا نجبر التفاعل والاشتراك قليل في القناة، داك علاه بزاف د الحاجات عندي غير ما نبغي نشاركها بيا ما كاين تفاعل. دمتم سالمين، والله بلغنا ان شاء الله رمضان في احسن الاحوال ان شاء الله.